تصريح خطير جدا في أول ظهور له من اللاعب الدولي السابق اللاعب الفرنسي ومدرب ريال مدريد زين الدين زيدان يصفع به ويبكي صحفيا جزائريا حاول التطاول على المغرب قبل المباراة ضد هولندا. لكن قبل أن نبدأ في سرد المزيد حول هذا الخبر الحصري ونعلم تفاصيله، عطروا فمكم بذكر الله وصلي وسلم على أشرف الخلق سيدنا وحبيبنا محمد عليه أفضل الصلوات والسلام. بعد أيام قليلة من مباراة العمر، إنها مباراة المغرب ضد هولندا، مباراة الأسود الهولندية ضد الأسود الأطلس. نعم، إنهم أشبال الأطلس، إن شاء الله سوف نفوز. قال زين الدين زيدان في أحد الصحف المحلية بأنه يعلم جيدا أن المنتخب المغربي قوي جدا، وهو المفاجأة الثانية في كأس العالم، كندا، المكسيك ثم الولايات المتحدة. عكس الإنجاز الذي أنجزه في قطر، منتخب المغربي سيستمر حتى النهائي، بل هو المرشح رقم 1 للفوز بهذا الكأس. وفي هذا التصريح بكى بكاء كثيرا صحفي جزائري.